السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى كده يوم جديد وفيديو جديد، ومحتاجة منك اللايك الحلو والشير والكومنت، لان بجد النهارده الفيديو هيبقى ممتع جدا. تعالوا بقى نخرج من جو المطبخ والبيت، وهاخدكم معايا بقى القناطر. يوم جميل كده ويوم جديد، وتابعوني لاخر الفيديو. والنهارده بقى عايزه اقول لكم يا جماعه، استغليت اجازه جوزي. قلت له بقى بما ان النهارده بقى الجمعه، وانت كمان اجازه، تعالوا نخرج. وبما اني بقى خارجين، فلازم طبعا اخد متابعيني الحلوين معايا في اليوم الجامد ده. عملت كده اكل بقى، ظبطت الدنيا. ما رضيتش بقى اجيب لكم وانا بعمل بقى الاكل، قلت لا انا مش هصور في المطبخ النهارده خالص، هبدا تصوير كده من اول ايه ما احنا نازلين. طبعا اللي متابعني عارف ان انا من سكان القناطر، انا قبل القناطر كده ايه ب3 كيلو. فيعني بينا وبين القناطر مفيش. دخلنا بقى كده كوبري القناطر اهو يا جماعه، وبوريكم كل حاجه. قلنا هنقضي يوم حلو كده في الجنينه قريبه يعني مننا. بجد اليوم كان جميل قوي وهتشوفوا معايا فعلا اليوم حلو ويستاهل. وعايزه بقى كده ايه اللي يتابعني، يتابعني بقى في كل الفيديوهات. وبشكر جدا الناس اللي كتبت لي كومنت حلو على الروتين اللي فات، بشكرهم من كل قلبي. واتمنى كده تتابعوني دايما وتشرفوني دايما في القناه. كده بقى بصور لكم واحنا داخلين بقى الجنينه. عايزه اقول لكم اليوم كان زحمه قوي عشان الجمعه. كل بقى اللي حابب يغير جو، بجد القناطر فسحه حلوه. احنا بقالنا سنين قاعدين في القناطر، وفي الاخر ما كناش بنخرج في القناطر. يعني كنت دايما بنخرج في القاهره نفسها. القناطر الفتره الاخيره بقت حلوه قوي، ويطوروها قوي، وبقت فيها مطاعم، كافيهات. يعني اللي حابب شباب او كبار او عائلات او يعني اي فئة تحب تخرج، هتلاقي فعلا مكانها هنا في القناطر. آه، انا بعتز قوي بالقناطر، لان هي بجد يعني مهما اخرج ومهما اروح ومهما ارجع، بحب قوي جوها. بحمد ربنا قوي على الجو اللي احنا عايشين فيه، لان انتوا عارفين القاهره بيبقى السما كده، يعني عوادم سيارات ودخان بس القاهره والمدن حلوه، يعني ليها مزايا وهنا في مزايا. آه مزاياها بقى ان احنا ايه، يعني بنجيب حاجتنا، كل حاجة متوفرة. ده في المدن هنا برضو كل حاجة متوفرة، بس لازم زي ما انت شفتوا اللي انا انزل القناطر نفسها، لان المنطقة اللي انا قاعدة فيها هي ايه، يعتبر قرية يعني. ف قضوا بقى معايا اليوم، وقولوا لي لو اليوم حلو. وبص بقى كوبري القناطر اهو. اختي كانت خارجة معانا، قلت بقى بما اننا خارجين كده، وجوزي قال لي يعني ناخد ياسمين اختي معانا. يعني انتوا عارفين الخروجات بتحب اللمه، واللمه يعني قاعده حلوه. فخدوا حبايبكم بقى كده واعملوا يوم، لازم يا جماعه يوم بجد نفصل فيه. انا كمان من العيد الكبير ما خرجتش ولا رحنا اي حته. طبعا انتوا عارفين انا كنت قايله لكم قبل كده الفيديو بتاع السطوح والمشاوي، قلت لكم ان احنا بحسب حكم جوزي وشغل جوزي ما بنعرفش ناخد اجازات في الاعياد. فبنخرج بعد الاعياد. فالحمد لله يعني اهو، الحمد لله يوم وتم وخرجنا. عايزه اقول لكم هنا بقى بجد امبارح كان عائلات، وكمان الجنينه دي كان فيها سيشن افراح. وهي بصوا زي ما انتم شايفين كده جنب الكوبري على طول. انا لو خلصت الكوبري بتاع القناطر ده، هو ده ماشي، لكن في كوبري تاني للعربيات اللي احنا دخلنا منه. فهتلاقوا هتلاقوا اللي على طول الجنينه جنبها. هي طبعا جناين كتير، يعني لا عارفين قناطر عارفين جناين كتير. هنا بقى قلنا ايه، نجيب القعده بتاعتنا، كنا جايبه بقى الاكل معانا. وقفنا شويه كده على النيل، وجوزي بقى كده ايه، لقى حد بيصطاد، فقال لي اقف اصطاد معاه. فقلنا بقى هناخد ايه الاكل بتاعنا، ونشوف حته بقى ايه نقعد فيها كده في الهوا كده، وتحت شجره حلوه كده، ونقعد بقى نتغدى عشان كنا خلاص. هو ما كناش فطرنا اصلا، هو كان فطار وغدا مع بعض. فزي ما انتم شايفين بقى، ياسين ابني مصمم يشيل الشنطه وهي تقيله عليه. وانا كنت طبعا بصور لكم. ف... فكنت بصوا هي دي الشنطه اللي انا شايلاها. آه، فبجد القعده حلوه قوي. ولو حابين فعلا تغيروا يوم، روحوا اي جنينه، يعني حتى لو مش القناطر، الجناين، المنظر الاخضر كده يا جماعه، يعني منظر الخضره كده قدامك والشجر، فعلا فعلا بيمتص الطاقه السلبيه اللي جواك. بس جوزي بقى بي ايه بي بيحييكوا وبيقول ان انا معاكم. آه
اللي عايز يتابعه هو ليه قناة تاني، قناة خاصة على التيك توك، حساب يعني على التيك توك بيقدم فيها فيديوهات للأكل، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق مثبت، صندوق الوصف، أو في تعليق مثبت. أنا ملخبطة النهاردة يا جماعة. بقى هتاخدي بقى ايه اكلك معاكي، حاجتك معاكي، لان انتوا عارفين طبعا بيبقى الحاجات، لو ازازه ميه من بره بتبقى اضرب في 3 يعني. الاسعار ما اعرفش ليه بيبقى، طبعا بيقولوا انها ايه اسعار سياحيه يعني، بس المفروض انا بشوف يعني في دول بره بتبقى عادي يعني السعر زي بره زي جوه، لكن احنا بقى المصريين لازم نحط ايه التاتش بتاعنا. آه، قعدنا بقى ندور على مكان، الجنينه كانت زحمه قوي عشان الجمعة، والجمعة بيبقى فيه تذكرة برضو أعلى. يعني هي الدخول في الأيام العادية ب20 تذكرة. دي بقى الميزة اللي احنا ايه يعني مش هتخسري حاجة. أي جنينة هتقطعي تذكرة بسيطة، وهتجيبي كده كده حاجتك معاكي، والعيال هتنبسط وهتقعدي وهتتهوي، وهتبقى القعدة حلوة وجميلة. حتى العصاير كنت جايباها، فكل حاجة تسالي جيبي بقى كله. طبعا طبعا اللي بينزل وبيبقى عامل حسابه على خروج، طبعا لازم احنا الأمهات لازم ناخد أكل وشرب وحاجات، ما بنرتاحش والله. آه، افتكرت جملة كنت شايفاها، يقولوا بدل ما هتتمرمطي مرة في البيت تتمرمطي مرتين وانتي خارجة. هنا بقى ايه فرشنا بقى الملاية الحلوة بتاعتنا، وقلنا بقى ايه نقعد بقى كده ونطلع بقى الأكل، وياسمين أختي كانت بتساعدني وعبد الله كمان جوزي يعني. وقلنا بقى هنقعد كده، والعيال بقى فكت كده وقعدنا، بجد القعدة كانت جميلة وناقصاكوا كلكم. آه، طلعنا بقى أول حاجة كده الأكل بتاعنا، وقلت بقى ايه أطمن كده إن هم كلوا عشان يجروا بقى ويلعبوا براحتهم. فكمان احنا كنا مثلا واصلين، احنا وصلنا على 5:30 كده يعني، ما كمان ما رحناش من أول يوم، بس والله كانوا، ومشينا الساعة 9 بس كان الوقت الساعتين 3 دول بجد فيهم بركة، وعملنا فيهم كل حاجة، لعبنا وتصورنا ولعبنا كمان في الملاهي. في كمان ملاهي، أحلى حاجة الجنينة دي فيها كل حاجة وجنب بيتنا، وفيها كل الخدمات. يعني يا ريت مصر كلها والله يعني في كل منطقة كده يبقى فيها جنينة والواحد يرفه بيها يعني. كل أسرة مثلا ساكنة جنب بيت يكون فيه جنينة، ده اللي أقصده يعني. بتبقى ترفيه على النفس كده وعلى الولاد بالذات. الولاد بيبقوا دايما في الشقة، وببقى محتارة قوي، عايزين نلعب كورة يا ماما، عايزين نجري يا ماما. طبعا الشقة ما بينفعش فيها جري ولا كورة، طبعا أنا ببقى مع نفسي يعني أنا منعاها يعني. فبضطر بقى ايه كل فترة كده اروح مكان عشان برضو ايه يطلعوا طاقتهم فيها ويلعبوا. هنا بقى ايه اتغدينا وقعدنا شويه، قلت بقى اصور لكم بقى المناظر الحلوه دي. انا مش عارفه كل ما اروح جناين القناطر دي اقعد اتامل في الشجر كده. اقول ياه ده من ايام محمد علي. انت طبعا عارفين ان مؤسس القناطر محمد علي يعني. فبفضل اقول الشجر ده قديم جدا جدا، وسبحان الله يعني تلاقي العروق بتاعته كبرت ونزلت على الارض وعملت تاني وفرعت تاني، فبيبقى المنظر تحفه، بقعد اتامل فيها قوي يعني، سبحان الخالق يعني. هنا بقى كانوا عايزين بقى بيلعبوا شوية بالكورة. قلت بقى ايه انا كمان قعدت كده، بعد ما صورت الفيديو ده قعدنا برضو العب معاهم. قمت انا بقى وباباهم نلعب معاهم. بجد تحس ان انت رجعتي لايام الطفولة كده، لما بتلعبي مع اولادك وتستمتعي بوقتك، وبيبقى اليوم من الايام الحلوة. والايام الحلوة ايه ما بتتعوضش، اي يوم حلو بيبقى يوم فعلا مش هيتعوض. ربنا يجعل ايامكم كلها خير يا رب وسعادة. اللهم صل على سيدنا محمد. استنوا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، هلتزم قوي الفتره اللي جايه ان شاء الله، ربنا يقدرني وهلتزم قوي في مواعيد نزول الفيديوهات. آه علشان كده ايه نكبر ايه وسوا و يعني اتمنى، انا عارفه ان انا مقصره في تنزيل الفيديوهات، بس والله بجد بيبقى غصب عني. فان شاء الله الفتره الجايه استنوا مني فيديوهات قويه جدا. انا بقى ايه بابا قام يلعب معاهم، وقعدوا بقى يلعبوا كده شوية، وبعدين أنا وأختي قعدنا نتصور شوية. قلنا بقى فرصة ناخد صور في المناظر الحلوة دي. بالليل كمان الملاهي كانت حلوة قوي. فبجد اليوم كان حلو جدا. أي يوم خروج بيبقى دايما حلو يعني.
الواحد بيبقى خلاص فصل بقى من جو البيت والاكل والترويق وكل الدوامه اللي احنا بنبقى فيها وما بتخلصش دي. فالواحد ما بيصدق بجد والله، يعني يجيله يوم كده يفصل فيه. والسنة دي كمان ما كانش فيه مصيف لظروف طارئة. عندي أختي بقى عقبال عندكم كده هتتجوز، فطبعا مسحولة معاها مشاوير، وكنت بصور لكم برضو مشاوير، ولسه في مشاوير تانية هصورها لكم. آه، فطبعا بقى يعني السنة فعلا السنة دي كانت حاسة انها خلصت بسرعة، وكانت مقفولة برضو مش عارفة يعني. فالسنة الجاية بقى ان شاء الله كده، ان شاء الله نعيشنا يعني وكان لنا عمر، نطلع بقى مصيف ونقضي كده كام يوم حلوين. لان الولاد السنة دي زعلوا قوي اللي احنا ما طلعناش. آه، فالحمد لله يعني. وبيبقى ساعات غصب عننا. هنا بقى قعدوا بقى جننوني بقى انا وباباهم في الملاهي، عايزين نركب دي، طب عايزين نركب دي. انتوا عارفين الولاد بقى مهما لو ركبوا الملاهي دي كل يوم، كل يوم هيحصل برضو نفس الكلام. هيفضلوا برضو عايزين يشبطوا برضو في كل حاجة. هما طبعا دي ايامهم، احنا برضو كنا صغيرين كده زيهم، وكنا برضو يعني اللي ولادي بيعملوه معايا بفتكر كل حاجة عملتها مع بابايا ومامتي وانا قدهم كده. كنا برضو بنفرح قوي، يعني كانت يعني اكبر فرحة لينا كده يوم ما نروح الملاهي. رغم ان انا بخاف جدا، انا كان في حاجات معينه لغايه دلوقتي، يعني جوزي قاعد يتحايل عليا، هتشوف في اخر الفيديو انا مصوره هو اللي ركب وانا اللي واقفه بصوره. يا بنتي يلا اطلعي اركبي معايا، لا انا بخاف، هو عارفني انا بخاف اساسا من خيالي. فالملاهي دي عايزه القلب الجامد، فانا بقى عودت ولادي اللي يبقى قلبهم جامد من صغرهم عشان ما يطلعوش زيي. اللي والله بقعد اضحك على نفسي. انا ما اعرفش ايه اللي بيخوف يعني مش عارفه، بس بحس كده بخطفة قلب كده لما بركب الملاهي دي، ما اعرفش بخاف. لكن جوزي عكسي خالص، بس بيركب اصعب الالعاب. برضو لما بنروح برضو ملاهي كبيرة برضو بيركب حاجات صعبة جدا وعادي. قلت بقى اصورهم كده برضو تبقى ذكرى ليهم في الفيديو دوت. اصورهم بقى وهم بيركبوا الملاهي، وكان في اغاني شغاله بقى، ما عرفتش اصور لكم كده على الطبيعه يعني، فقلت اسجل معاكم بعدها. لان الاغاني بقى بلاقي مشاكل جدا انا لما بنزل الفيديو بالاغاني. وهنا بقى خلاص انا بختم كده الفيديو، يا رب اليوم يكون عجبكم وتكونوا كده ايه اتبسطتوا معانا في اليوم ده. واشوفكم كده في فيديوهات جديده ان شاء الله. ادعوا لي بس كده ربنا يثبتني ويقويني واقدر اصور لكم، لاني انا كنت بخرج كتير وبفوت تصوير كتير، فقلت لا والله لازم امبارح قلت لازم اصور لكم. هنا بصوا بقى ركب العروسه، وانا عمال بقى كان بيعمل يقول لي قبل ما يطلع يا بنتي تعالي معايا، هو واختي ما اعرفش اختي الاصغر مني هي الصغيره خالص. قلبها جامد وركبت وانا بقى بس عايزه اقول لكم هي ركبت وقعدت فوق تصوت. فبجد يعني بشوف اللعبه دي ممكن يعني عاديه، ما اعرفش ايه اللي يخوفني فيها، هي بس بتميل يمين وشمال. انا بقى بترعب ما تفهموش يعني، قلبي بيتخطف كده. قلت لهم لا اطلعوا انتوا مع السلامه وانا هقف اصوركم انا والولاد. ف معلش بقى اضطريت اقفل علشان الجرس رن. وكده خلاص اخر الفيديو، اشوفكم على خير يا رب، واتمنى لكم اتمنى لكم ايام حلوه وسعيده، واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.